السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ محشية يا جماعة. الفراخ بتاعتنا ما تزيدش عن كيلو، يعني الواحدة اللي جابها الاتنين تقريبا كانوا كيلو ونص. تمام. لازم نطعم الفراخ بتاعتنا. هنطعمها ازاي بقى؟ هننزل ببصلاية مبشورة وعليها طماطماية مبشورة زي الفل كده. تمام تمام. وهننزل كمان عليهم بايه بقى؟ بملح وفلفل. خلاص هتملحي وتفلفلي تمام زي الفل كده فقط لا غير. تمام. انا مش هحط بهارات تاني، هو ده بس اللي انا هحطه. بايدينا طبعا غسلينها وزي الفل. هنبتدي ان احنا نقلب الخليط اللي عندنا ده زي الفل كده. يا ست الكل انزلي حطي لك واطلعي بسرعه. ها ماشي. دلوقتي بقى هندلك الفراخ بتاعتنا من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، يعني هنطعمها تطعيمه. تمام. خلاص. ويا حبذا بقى، يا حبذا لو الموضوع ده او الخطوه دي عملتيها قبلها بيوم وحطيتيها في التلاجة، هتفرق كتير يا جماعه وهيبقى الطعم حلو جدا. تمام كده. تمام. طبعا عندي القنصه والكبده هنا محطوطه معايا، وهقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي، بس خطوه خطوه كده مع بعضنا واحنا ماشيين. طبعا انا كده خلاص يعني اديت لها تدليكه من كل النواحي. طبعا غاسلين الفراخ بتاعتنا زي الفل يا جماعه. ما تبخلوش في الغسل في الفراخ علشان تبقاش ريحتها يعني مش مستحبه، يعني الريحه الزفره. انتوا عارفين. هناخدها على جنب كده شويه. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. يلا دلوقتي بقى هنعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الفراخ. بصوا بقى، انا يمكن الطريقه بتاعتي غير شويه بس طعمها حلو. هنحط دلوقتي الزبده ومعاها حبه طبعا زيت عشان ما تتحرقش. هنزل عليهم ببصلايه مقطعاها مكعبات، مش هقولك مكعبات بالسنتيمتر، يعني براحتك، يا مش هتبان دي جوه الرز مفيش اي مشكله. هنديها تشويحه كده وهننزل عليهم بفلفلايه خضراء وفلفلايه حمراء. فلفلايه خضراء برضو مش هتضر، لو مفيش احمر مفيش اي مشكله، مفيش خالص عادي يا جماعه. هنديها تقليبه حلوه، هنسيبها تدبل مش اكتر. انا مش عايزه اخد لها لون، انا عايزاها تدبل بس. بصوا بقى، هننزل عليها باول حاجه. هننزل بحبهان زي ما انتم شايفين فصين كده، وعود قرفه، مش عود قرفه كامل، انتوا عادي عايزين تحطوا بودر حطوا. واللي انا رميته دلوقتي اللي هو قشر برتقال المجفف، بيدي طعم حلو جدا للاكله اللي عندنا. انا بحطش قرفه كتير لان احنا يعني ايه الاولاد عندي مش بيحبوها قوي، فانا يا دوب يعني بضحك على نفسي بقول انا حطيت قرفه، انتوا حطوا يعني قرفه يعني تمام. دلوقتي هنزل بقى بالرز. انا غسلاه مش نقعيه، انا غسلاه بس. لو انتي نقعيه ست الكل هما كوبايتين. تمام. لو انتي نقعاه مش هتعملي الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي، انتي هتشوحي شويه على النار مش اكتر. خلاص. انا علشان مانيش نقعاه هنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا هملح التتبيله اللي عندي. انا حاطه معلقتين صغيرين، يعني معلقه اصغر من معلقه الشاي. وعندي فلفل اسمر، واحط عليهم شويه بهارات لحمه وشويه بابريكا. تمام. معلش على هوسه بتاعه العربيات، معلش يا جماعه. معلش اتصدعوا معايا اشمعنى انا. تمام كده. لو انتوا سامعينها يعني جايز ما تكونش لقطه عندكم، بس يعني هيديها تقليبه حلوه زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده يا ست الكل. تمام. هعمل بقى الخطوه اللي انا بقول لكم تعملوهاش لو انتوا ناقعين الرز. انا دلوقتي انا عندي كوبايتين من الرز، انا هحط عليهم كوبايه من الميه زي ما انتوا شايفين دلوقتي. هتشوفوا احط كوبايه واحده بس من الميه، يعني مش هتسوي لي الرز، هيبقى نص سوا. تمام. ايوه كده التقليبه الحلوه. ايوه. ست الكل، اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تبخلوش عليا، ولا تشترك عندي جديده في القناه تقول لي اسمها عشان المره الجايه ان شاء الله نقوله مع بعض في القناه. انا كده تمام زي الفل زي الفل. الرز عندي استوى نص سوا. تمام. طيب هنعمل بقى ايه تاني؟ خلاص انا كده خلصته، وهاخده دلوقتي احطه على جنب وهوريكم هنعمل ايه. قبل ما هحشي الفراخ هحط الميه اللي انا هسلق فيها الفراخ. الميه بتاعتي هتكون فيها طماطم، بصل، جزر، ورق لورا، فص ثوم، محبهان، وملح وفلفل. خلاص. خلاص مش اكتر ولا اقل. عايزه احطي كرفس حطي، اللي انت بتحبيه حطيه، اللي انت متعوده عليه. دلوقتي بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه في الفراخ اللي عندنا. الفراخ خلاص انا خدت الخلطه اللي عندي وهي سخنه، فانا هاخد نصها في طبق عشان لو فضل حاجه ما تتزفرش، واقدر ان انا اسويها بعد كده. وممكن تحطيها فرشه للفرخه اللي عندك، ممكن الاولاد ياكلوها لو انت لسه ما خلصتيش الاكل وكده، يعني اتصرفوا يا جماعه. هناخد الخلطه اللي عندي وهحشي بيها الفراخ بتاعتنا. خلاص. انت ممكن تحشي تحت الجلد براحتك خالص. انا واحده خوافه شويتين وبخاف لا تفرقع في في الميه، فبحشيها من جوه بس، يعني لو بره يعني بسيط قوي. هحشي الفراخ كويس من جوه زي ما انتم شايفين اهو. ايوه. تمام كده.
تمام. يا رب بس ما اكونش تقيله عليكم، يكون الفيديو المده بتاعته كويسه. قولوا لي في الكومنتات اذا كانت المده كويسه ولا لا، او يطول او يقصر، يعني قولوا لي. يعني شوفوا بقى، يعني تحت الجلد انا مش هحشي قوي، يعني شوفوا يعني الحته دي بس، يعني احط لها معلقه او معلقتين وهفردها مش اكتر يعني. انتوا بقى لو متعودين تحشوا من بره او من تحت الجلد اوكي اعملوها، مفيش اي مشكله. اللي بتخاف زيي ما تعملش، تمام، مش هنخسر حاجه يعني. تمام. انا عارفه ان الحشو من بره بيدي للفرخه كده وضعها، ان هي بتبقى كبيره كده وحلوه، بس انا تمام زي الفل برضه. اعملوا اللي انتوا عايزينه. دلوقتي بقى نكتف الفرخه الفظيعه دي، وعشان هي بلدي بتكون العظم بتاعها ناشف شويتين، يعني رجليها طويله، فلغايه اما هكتفها تاخد معايا وقت، استحملوني معلش. تمام، ايوه. ها، ها. لو ما بتعرفوش بخله ويعني وايه، واعملوها من تحت. طبعا انا حطيت القناصايه في الاخر عشان خاطر الرز بتاعي ما يطلعش بره. انا كده خلصت وعملت الاتنين مع نفسي عشان ما اطولش عليكم المده. بعد كده عندي خلاص الميه بتاعتي خلاص غليت، هنزل على طول بالفراخ بتاعتي فيها، ويا ريت نخلي ظهرها اللي تحت وبطنها من فوق. تمام تمام زي الفل كده، زي الفل. التانية هي تنزل، 1 2 3، ايوه. برافو. دلوقتي بقى هنغطي الحلة وهنسيبها لغاية لما تبتدي تغلي تاني. تمام. وبعد كده نوطي عليها ونسيبها تستوي مع نفسها خالص لغاية لما تستوي. تمام. انا خلاص كده استوت. خدتها بقى كده في طاسة وفيهم شوية زيت او شوية زبدة او شوية سمنة بلدي، اللي عندك استعمليه، وحمريها كويس. انا هحمرها مع نفسي وهرجع لكم على طول. عشان متزهقوش مني. تمام تمام. يا ريت بقى اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. سلام.